يا مساء الخير، أنا اسمي أسماء مديح، ماجستير إدارة الأعمال ولايف كوتش وباحثة في الصحة النفسية، مدربة وموظفة وأم لبنوتة مراهقة وكمان سنجل مام، يعني بعمل كل التاسكات بنفسي. بدأت رحلتي مع الكوتشنج والجلسات من حوالي تقريبا 2017، والحقيقة إن دايما بيكون عندي مهام كتيرة جدا والوقت صغير جدا. اول ما شفت الاعلان بتاع ورشه عمل مهاره التركيز لباشمهندس عمرو العزب ما ترددتش لحظه ان انا اشترك، والحقيقه ان انا اعرف الباشمهندس عمرو من تقريبا 2019، كنت اقتنيت الكتاب بتاعه اتعلم تتعلم، وزي ما انتم شايفين انا حاطه فواصل كتير لان لحد دلوقتي لسه برجع لبعض الفصول وبعض الصفحات اللي كنت واخده عليها نوتس. ومن اكتر الحاجات اللي برجع لها من وقت للتاني الخريطه الذهنيه. وبعد ما حضرت معاه ورشه تنميه التركيز استخدمت نفس التقنيه، وده كان علشان اقدر افتكر رؤوس المواضيع اللي اتكلمنا فيها النهارده. وبدأت على طول ونفذت أول توصية علقت في دماغي النهاردة، ونزلت جبت زيت النعناع. حلو فعلا. كانت من نصايح باشمهندس عمرو النهارده ان احنا ممكن نعلي مهاره التركيز ببعض الزيوت العطريه، وكمان بالتنظيم للبيئه بتاعتنا المحيطه بينا، ومعلومات كتيره في كبسولات صغيره كلها كانت مفيده وبتفتح افكار كتير جدا في الدماغ. ده غير اقتراحات المايند جيمز والالعاب الذهنيه اللي فعلا بتنمي التركيز وتقلل نسب التشتت جدا. شكرا جدا باشمهندس عمرو العزب، وانصح اي حد ان هو ما يفوتش ولا ورشه العمل ولا الكورس اللي هيكون في مايو. اذا كانت ورشه العمل فيها كم المعلومات دي، امال الكورس هيكون فيه ايه؟ كل سنة وانتم طيبين.